السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه بالماندالين. هذا وقيته واحد الكيكه اللي كتجي غزاله وزوينه خفيفه وكتجي فيها واحد المذاق غزال ديال الليمون. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم. اللي انا ما عندي ما كبارش بزاف، الا كانوا كبار ديروا غير 3 راه حتى هما كيجيو مزيانين 3. هنا البنات غنحيد لهم هذيك النبيبيته اللي كتكون الفوق والتحت، وغادا نقيهم من العظيمات ومن داك الخيوط اللي تيكونوا فيهم. صافي غادا نقردهم كاملين كيف ما كتشوفوا، نحاول نقيهم باش ما يدوش ليا شي عظيم ولا شي حاجه اللي راكم عارفين العظومه تيكون فيهم واحد المروره شويه. وغنطحنهم مزيان في الطراب الكهربائي حتى تولي القشره كتولي ما كتبانش. الا ما عندكمش الطراب الكهربائي قدروا ديروا داك الميكسور ديال اليد وتصفيوه حيت ما غاديش يطحنوا لكم مزيان، ديك القشره ما غاديش يطحنها مزيان. صفيوه. كتفرجي اختي ديري معاك واحد جيم وبارطاجي معاك لا فيديو، ما تخليش عندك، بارطاجي مع الحباب والصحاب ديالك. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا انا غندير الليمون بوحدو، ما غنضيف معاه لا ما لا والو. غندير معاه هاد الكاس ديال السنيده، الحق السنيده عارفينها كتطلق شويه، كتطلق شويه بحال الماء. غنطحنوا معاها صافي. ملي غنطحن ديك السنيده مع الليمون دغيا غيدور ليا الميكسور، ما غادي يوحل ما والو. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ صافي. وهنايا غادا ناخذ هاد المول ديالي، غنضيف فيه الخليط اللي طحنت ديال الليمون هانتوما كيف ما شفتوا، وغنزيد عليه 3 ديال البيضات. من بعد البنات غنبدا نضيف المكونات اللي عندي حاجه بحاجه، وغنستعين بالطراب اليدوي، ما غاداش نكمل في الطراب الكهربائي. صافي نكمل غير باليد ديالي، نضيف الحليب نضيف الزيت وغنضيف الدقيق اللي هما 2 كيسان ديال الدقيق البنات، وغنضيف 2 خمارات وواحد الزا. صراحه البنات كتجي زوينه هاد كيكه وما فيهاش بزاف ديال القوام وكتجي ناجحه. بالنسبه للدقيق البنات انا عندي هنا 2 كيسان ديال الدقيق. ما درتش كتر صراحه، واخا كتبان غتبان في لا فيديو انها جاريه شويه، ولكن هاد الكيكه ملي كتدخل الفران كتشرب، لحقاش داك المالدانين بالجلوف ديالو تيشرب لينا القوام. ومني كتخرج وكتزيد تبرد كتزيد تنشف شويه، كتاخد القياس ديالها، كتجي زوينه صراحه البنات. من البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. الشوف أرض كريمة ضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطآن وتغني الجبال عليها. بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطآن وتغني الجبال عليها. يلي هارب من الأحزان زور بلادنا تتعافى، زور بلادنا تتعافى. طبيعة ودوال الإنسان واللي شرب لها يشافى، اللي شرب ما يتعافى. يلي هارب من الأحزان زور بلادنا تتعافى، زور
بلادنا تتعافى ويعاود والإنسان واللي شرب ما هيتعافى اللي شرب ما يتشافى بلادنا يا دار السلوان بلادنا يا دار السلوان بلادنا يا دار السلوان بلادنا يا دار السلوان. وهنا البنات دهنت المول ديالي مزيان بالزبده. لحقاش كيف ما شفتوا معايا الكيك راه خفيف، يعني ما بغيتوش يغدرني ولا شي حاجه. دهنته مزيان بالزبده ودرت رقائق ديال اللوز ايفيلي. كيبقى لكم الاختيار صراحه. انا هاد الكيك كنبغي ما ندهنهاش، ما نديرش ليها شي تزيين ولا شي شوكولا ولا شي حاجه. كنفضل انني نخليها بحال هكا، ما ندير ليها لا تزيين لا حتى شي حاجه. ندير فيها غير شويه اللوز بحال هكا، كيجي المذاق ديالو غزال بزاف وكتجي سامبل. كل واحد والاختيار ديالو، تزيين على حساب الذوق. ملي كنكون كنطيف البنات عرفتي كتعطي واحد الريحه غزاله في الكوزينه، كتعطي واحد الريحه زوينه ديال الليمونه البنات. المهم في البنات غير جربوها لوليداتكم، الله يستر عليكم، راه كتجي زوينه وكتجي صراحه كيجي فيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. وهذه الوقيته حنا عارفين هاد الوقيته كتكون ديال الليمون وديال المالدارين. دابا تبارك الله الخير موجود. تنساونيش البنات من لي جيم ديالكم لي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب ديالكم، ما تنساوش البنات. هذه هي الكيك ديالي من بعد ما طابت، قلبتها بسهوله صراحه. المهم البنات تجي زوينه، بغيتكم تجربوها وما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم من تجربوها، تقولوا لي كيفاش جاتكم. وبسلامه عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.